طب بالحديث بقى عن ايه، عن المقاطعة. هل انتوا يعني بالمقاطعة علشان تخدموا، وانا شايفاها لعبة، شايفة الموضوع ده فيه لعبة، عشان نخدم على المنتجات المصرية. طب هل قطعتوا المنتجات السوري او الاكلات السورية والمطاعم السورية اللي هي بتسرق الاكل المصري او بتنسب الاكل المصري لنفسها؟ وبتقولوا مثلا لا نروح ناكل في مطاعم مصرية وما ناكلش أكل سوري؟ اللي قاعدين بفلوسهم، مش بيقولوا هم قاعدين بفلوسهم وبيقلوا أدبهم علينا هم والسودانيين؟ هل قطعتوا الأكل السوداني والأكل السوري والأكل اليمني بالمرة؟ طيب أنا بالمناسبة دي عايزة أقول حاجة، إنه أنا من أيام الإخوان وأنا كنت عاملة صفحة اسمها الإخوان المفاضيح. الأول كنت عاملة صفحة اسمها الإخوان الكاذبون، وواحد صاحبي سرقها مني. فعملت صفحة اسمها الإخوان المفاضيح، وفي أواخر يعني ما احنا كنا بننزل بقى وبنسقطهم وكده، أنا وغيري كنا عاملين حملات لمقاطعة المتاجر والمنتجات الإخوانية والسلفية، وما كانش فيه استجابة. وكنت ما بكلم حد من الناس اللي حواليا بقنعهم بالمقاطعة، وكنت بقى لميت بقى عملت لستة أنا وغيري بالمنتجات والمتاجر الإخوانية والتركية والحاجات دي كلها. وكان من الناس اللي حواليا كنت اللي هم يعني تعليمهم بسيط، كنت بحاول أعمل توعية بموضوع المقاطعة للناس دي، علشان الناس دي يعني لما بتروح تشتري من عندهم حاجة انت بتدعمهم ماليا، وبالفلوس دي هم بيروحوا يشتروا سلاح يرفعوه في وشنا في الاخر، ويرفعوه في وش مصر في المحصلة النهائية. فكان دايما يتقال لي ايه، الله يا نوسة احنا عايزين نشرب عصير. الله، طب لا ما ينفعش يعني هنعمل ايه؟ وبعدين ما تدخليش السياسة في الموضوع، لا نروح المتاجر الفلانية والسوبر ماركتس الفلانية، لا ما تدخليش السياسة في الموضوع. مرة بكلم بياع، كان في منتج مصري ومنتج سوري، منتج تركي، فانا قلت له لا انا مقاطعة البضائع التركية، انا مع البضائع المصرية. قال لي لا، دول مسلمين زينا وخلاص الدولة يعني اتصالحت معاهم. قلت له نعم، هم عشان مسلمين يعني انت بتعادي حد او العدو بتاعك بتقاطعه او ما بتقاطعوش على الخلفيه الدينيه؟ يعني لو هو مسلم مش بتقاطعه، اخوان مش بتقاطعوهم، زي بالظبط يعني. هنا يحضرني يعني ايام عبد الناصر لما طرد اليهود بحجه ان اليهود عملوا اعمال عدائيه ضد مصر والمصريين، في حين ان الاخوان برضو بيعملوا اعمال عدائيه ضد مصر والمصريين. لكن اليهود اللي هيطلع بره هيطلع من غير عوده، لكن الاخوان لا. فاحنا هنا بنجيب بمكيالين، المقاطعة وأخدان الجنب وتحديد المواقف بتتبني عند الناس على أو من منطلق ديني، ودي حاجة مش مفهومة. أنا عايزة أقول لكم حاجة. أنا كنت من ضمن المقاطعة أو إلى جانب المقاطعة أنا دايما بشجع المنتج المصري. ف فدخلت في مرة، كان في موبايل مش فاكرة اسمه، كان اسمه سيكو. لما نزل الأسواق وكده وهو منتج مصري، رحت أسأل عليه، بأفاجأ إنه أصحاب محلات الموبايلات بيسفهوا بيشوهوا المنتج خلاص لحساب يعني منتجات تانية. أقول لهم يا جماعة طب ما في موبايلات اسمها، كان في موبايل كده هندي نازل السوق، كنت بقول لافا، اسمه لافا. فبقول لهم طب اشمعنى، طب ما هو لافا ده ضعيف، ليه لما الناس بتسال عليه مش بتقول انه ضعيف؟ وليه لما تسال على المنتج المصري بتقعد تخسف بيه الارض؟ مع ان انا ليا صاحبه استعملت تابلت سيكو وكانت بتشكر فيه جدا. دي حاجه. الحاجه التانيه، المنتجات المصريه يا جماعه، هقول لكم، عارفين البرايت شوز اللي هي الاسفنجه اللي هي بتمسحوا بيها الجزم بتلمعها دي؟ كان الاول المنتج ده ال الكواليتي بتاعه ما كانش عالي، بس بعد كده بقى عالي زيه زي المنتج التركي وزي المنتج الاسباني. لكن لما كنت باجي الف عليه عشان اشتريه كنت بلاقي المنتج الاسباني والمنتج التركي والمنتج المصري مش موجود في السوق. يعني قعدت سنة مش عارفة اشتري برايت شوز عشان مش لاقية المنتج المصري، في حين ان انا لما بكلم البائعين عنه، لا ما انت عندك التركي. الله، طب ما انت عندك المصري، والمصري نفس الجودة وأرخص كمان في السعر، يعني منافس قوي.
ليه المنتج المصري يتخفي لحساب الاجنبي؟ خلاص. وليه دلوقتي علشان خاطر غزة، مش عشان خاطر مصر ولا عشان المنتج المصري، انتوا بس لما اتقال انتوا بتدمروا الاقتصاد المصري، لما بتقولوا نقطع البضائع الاجنبيه والتوكيلات الاجنبيه وكده، قعدتوا دخلتوها ايه؟ لا شجع المنتج المصري. انتوا كدابين ومخاتلين. مخاتل يعني مخادع بالمناسبه يعني. ف... فانتوا بتكيلوا بمكيالين وبتقطعوا بناء او من منطلق ديني، مش منطلق وطني ابدا. انتوا مش بتشجعوا المنتج المصري عشان مصر، لا، انتوا بدأتوا المقاطعة عشان غزة وعشان فلسطين، وعشان غزة مش عشان حتى فلسطين كمان. فانا عن نفسي انا مش مقاطعة حاجة خالص، ومش هدمر اقتصاد بلدي عشان خاطركم ولا عشان خاطر اي حد في الدنيا. ولما بقاطع من منطلق اني مصرية، ومن منطلق مصالح مصر فقط لا غير. وبالمناسبة أنا بشجع المنتجات المصرية، كل لبسي وكل حاجتي، واللي يعرفني عارف إن أنا كل حاجتي مصرية 100%. صباحكم زي الفل.